تخيل معايا كده يا صديقي عالم مليان سحر، يعني بكل بساطة سحرك هو اللي هيحدد انت هتبقى ايه بالظبط، وكل اللي هناك بيتنافسوا على لقب واحد بس، حراس السماء او الماجيا فيندر. ووسط ده كله بيظهر شخص ما عندوش سحر خالص، ده كمان عاوز يبقى واحد من ماجيا فيندر. تفتكر هيقدر ولا لأ؟ ودوت اللي هنشوفه النهارده. يلا بينا نحكي لكم احداث تلك الحكاية. بتبدأ حكايتنا في أكاديمية السحر، وديت أكبر أكاديمية لتعليم السحر. بنخش هناك وبنشوف بطلنا ويل، وزي ما احنا عارفين إن هو ما عندوش سحر أصلا، لكن بالرغم من ده كله فهو في آخر سنة ليه في الأكاديمية، وبيكون صاحبنا قاعد في المحاضرة كده لحد لما الأستاذ بينادي عليه وبيخليه يطلع قدام الناس كلها عشان يعمل تجربة سحرية ويولع في الحجر اللي قدامه دوت. والأستاذ دوت اسمه إدوارد، وكان عارف حالة ويل كويس وإن هو مش بيعرف يستخدم السحر خالص، لكن بيكون عاوز يحرجه ويطلعه عاجز قدام صحابه. والواد بيحاول يعمل التعويذة بس بيفشل، والكل بيقعد يضحك عليه. وفي واحد اسمه سيون بيستخدم تعويذه وبيولع في الحجر دوت، وده عشان يوري للناس كلها قد ايه هو جامد وويل ضعيف. وبعدها الاستاذ بيستخدم تعويذه هو كمان وبيطفي بقى النار وبيزعق ويقول لهم زي ما انتم شايفين كده مفيش قوه هتعرف تنافس السحر ابدا. والابطال المشهورين كلهم كانوا سحره، واللي مفكر نفسه هيبقى جامد من غير سحر ده يبقى عيل اهبل. وبيبص كده على عمنا ويل وبيقول له انت قاعد معانا ليه لحد دلوقتي في الاكاديميه؟ يلا قوم وامشي من هنا. والواد بيسمع الكلام ده كله ومش بيكون عارف يعمل ايه، لانه متاكد ان السحر اقوى قوه موجوده. بس اتفرج كده يا صاحبي وهتشوف العظمه اللي ويل هيعملها من غير سحر. وبعد الدرس بيخرج ويل وبيلاقي شيون جاي يرخم عليه، لكن على طول بتظهر طالبه واسمها كوليت وبتوقفه وبيقول لها انا مش عارف طالبه زيك من عيله نبيله بتدافع عن واحد زيه ليه؟ فبتقول له احنا اصحاب ومش هسمح لحد يضايقه تاني. فالواد بيضحك من كلامها، وقبل ما يمشي بيقول له اسمع كلام الاستاذ ادوارد، وده لانك استحاله توصل لحلمك وتبقى الماجيا فيندر. والبنت بتفضل تواسع منها ويل على اللي حصل، بس الواد بيقول لها عادي انا متعود على كده. وبيقفوا بعدها هما الاثنين وبيتفرجوا على جمال البرج دوت، لان القمه بتاعته هي هدفهم. وبنعرف ساعتها ان زمان البشر كانوا عايشين في ظلام وما يعرفوش اي حاجه عن السماء، وده كله بسبب الاعداء اللي جايين يحتلوا الارض ديت. لكن في يوم بيظهر 5 سحرة اقوياء جدا بيتحدوا مع بعض قدام الاعداء دمت، وفعلا بيقدروا ان هم يهزموهم. ساعتها الظلام بيختفي وبتظهر السماء من جديد، ومن بعدها بتظهر اسطوره الماجيا فيندر. ومش عاوز اقول لك قد ايه هم اقوياء جدا، ومن ضمنهم واحده اسمها اوليفيا عذراء الجليد، ودي بقى حبيبه الملايين. وساعتها ويل بيفتكر ايام زمان لما كان بيلعب معاها وهو صغير، وكانت بتحكي له وقتها ان السما ديت مش حقيقيه، لا ده في برج، ولو قدرت ان انت تطلعه هتشوف السما ساعتها، وهناك هتلاقي اجمل المناظر اللي ممكن تتخيلها. والاتنين بياخدهم حماس الطفوله وبيكونوا عاوزين يروحوا على هناك، وعشان كده بيوعدوا بعض وعد ابدي ان هم في يوم من الايام هيطلعوا البرج دوت. ومن هنا بتبدا قصه الانمي. لكن الدنيا كانت قاسية جدًا على الواد، ولوفيا قدرت تحقق حلمها بسبب موهبتها الجبارة، وبقت أصغر شخص ياخد اللقب الماجيا فيندر عذراء الجليد. وصاحبنا الغلبان تنّاه مكانه، وده لإنه مش بيقدر يستخدم السحر أصلًا، لكن كان عنده عزيمة وإصرار إن هو لازمًا يحقق حلمه ويوصل مهما كان التمن. وبنرجع تاني لمكتب الأستاذ وافكر، واللي كان بيهزقه عشان دخل البوابات السحرية تاني من غير إذنه، وبيفضل ويل يعتذر له لإنه كان عاوز النقاط بس. فبيفهم وافكر ساعتها إن هو لسه ما اتخلاش عن حلمه ويبقى الماجيا فيندر، فبيقول له عشان توصل يا ابني للبرج لازمًا تعدي على حاجة الأول اسمها المؤسسة العليا، وديّة حاجة بتقيّم الطلاب عن طريق النقاط. والنقاط ديّة بتاخدهم من الأكاديمية، وبتنقسم الامتحان العملي وهو قتل الوحوش والكلام ده كله. أما الطريقة التانية فهو امتحان السحر، اللي أنت تقدر تعمل تعويذة وتتحكم في السحر، وعشان كده استحالة بطلنا ياخد أي نقاط من امتحان السحر دوّة. فهو بيركز جدًا على الجانب العملي أكتر. والله يكون في عونك يا ابني أنا تعبت عشانك. والأستاذ بيحاول يقنعه إن الوصول للمؤسسة العليا استحالة ليه أصلًا، لإنه ما عندوش نقاط كافية تخلّيه يكمل في الأكاديمية، لكن برضك ما فيش فايدة. الواد بيفضل مصر على هدفه، فبيعرفوا وافكر ساعتها ان هو لازم يستلم 4 نقاط قبل ما الاسبوع يخلص. الواد بيخاف جدا لان فاضل يومين بس ومش عارف هيجيب النقاط ديت ازاي. فبيقول له ان هو سمع عن وحش موجود في الطابق السادس وقيمته هي 5 نقاط. الواد بيفرح جدا وبيشكره وبيقرر يروح عشان يقتل الوحش، لكن في الوقت دوت شيون سمع الكلام ده كله وشكله مش ناوي على خير خالص. المهم بعدها ويل بيروح هو والكلب بتاعه عند الوحش. في نفس الوقت بيوصل شيون هو واصحابه على هناك، وخطتهم ان هم يقتلوا الوحش قبل ما ويل يجي، وساعتها مش هيبقى عنده نقاط وهيطرد من الاكاديميه. وواحد منهم بيسال سيون اذا كان متاكد ان الدنيا هتبقى امان ومش هيتعرضوا لاي خطر خالص. فبيقول له عيب عليك يا ابني انت مش عارف انت بتكلم مين ولا ايه. لكن فجاه بيلاقي صخرك بقى قدامه وبتخلص على واحد منهم، ولما بيبص بيتفاجئ بوحش مرعب قدامه. ووقتها ويل بيسمع صوت صراخ وضرب، فبيجري على هناك بكل سرعته. وساعتها بيتفاجئ هو كمان بالوحش دوت، لان الوحش دوت قوي جدا والمفروض ما يكونش هنا، والمفروض يكون في طابق تاني اعلى. وبيسال هو ازاي جه هنا اصلا. وشيون بيحاول يدافع عن نفسه بس السحر
بتاعه مش بيأثر فيه خالص، والوحش كان رايح عليه عشان يقتله وخلاص شكلها النهايه، لكن بطلنا مش بيسيبه وبيقرر ان هو يساعده وينقذه بالرغم من اللي بيعمله طول الفتره اللي فاتت. بيتحرك بسرعه وبيسحب سيفه عشان يحارب الوحش الغبي دوت. مكان تاني بقى في الاكاديميه بيجي الاستاذ ادوارد عشان يبلغ وافكر بالمصيبه اللي حصلت، بيقول له شنو اللي معاه راحوا عند الدماس، طبعا دي مشكله ولازم يتحركوا عشان ينقذوهم. بس اول لما وافكر بيعرف ان هم في الطابق السادس بيهدى ويطمن كده لان عارف ان ويل هناك وهو لسه بعته من شويه، وطبعا ادوارد مش بيكون فاهم حاجه. وفي الوقت دوت ويل بيواجه الوحش ده بكل قوته، والوحش مش سهل خالص وعنده قوه ملهاش مثيل، لكن على مين يد غلبان جالك ويل الفنان بيقف قدامه وبيقول له تعالى لي يلا، وبيحاول الوحش يهجم عليه بضربات قويه جدا، لكن ويل بيقدر ان هو يتفاداها بكل سهوله وبيقطع دراعه. بيروح كمان ياخد السيف بتاعه عشان يخلص عليه مره واحده، والوحش ساعتها بيهجم عليه باقوى هجوم سحري عنده، لكن ده عندها يالا واحده منه بتخلص عليه على طول. نعم انه جنون العظمه يا ساده. والواد بعدها بيروح عشان يطمن على شيون، ووافكر في الوقت دوت كان بيفرج ادوارد على اللي بيحصل، وده عن طريق باللغه السحريه كان حاططها في راس الكلب بتاع ويل. وساعتها ادوارد بينصدم من قوه ويل وجمدانه ومش بيصدق اللي شايفه، ازاي شخص ما عندوش سحر بالقوه دي كلها. وتاني يوم بقى بطلنا بيروح عند وافكر وبياخد منه 10 نقاط كامله عشان قدر يقتل الوحش الجبار دوت. وتعالى معايا كده نشوف ويل لما كان عيل صغير عشان نعرف شخصيته كويس. كان شخص كئيب تماما، كان خلاص فقد الامل ان هو يوصل لاولوفيا واللي دلوقتي بقت ماجيا بندر. بس في يوم بياخدوا وافكر لمديره المدرسه، وده عشان ياخد منها الاذن ان هو يكمل في الاكاديميه وهو ما عندوش سحر. فبتقرر ساعتها المديره ان هي تختبره وبتديله خنجر صغير كده، وفجاه بتهجم عليه بدوائر سحريه، لكن ردة فعله بتكون سريعه جدا وبيقدر في ثانيه يوقف كل الهجمات دي بالخنجر اللي معاه، وبتنبهر جدا بقدراته. وحتى وافكر نفسه كان متفاجئ، وعشان كده قررت المديره اخيرا انها تسمح له يفضل في الاكاديميه. والواد ساعتها بيفرح جدا وبيسالها اذا كان في امل يبقى الماجيا بندر، فبتقول له الطريق صعب جدا ومحتاج مجهود جبار لكن لسه في احتمال موجود. وبعدها بيطمن بطلنا وبيعرف ان لسه في امل ويسيبها ويمشي. والمديره بتقول ان الهدف بتاعه دوت مستحيل ان هو يحققه، لكن بافدك بتكون متحمسه جدا وعاوزه تشوف ازاي هيقدر يستبدل العصايه السحريه بالسيف ويحقق حلمه. نرجع للحاضر وبنشوف الاستاذ وافكر اللي كان بيشرح للطلاب عن الطريقه للوصول للبور. اول حاجه لازم تعملها ان انت تجمع نقاط كافيه للتخرج من الاكاديميه، وبعد كده تكون مؤهل ان انت تروح للمؤسسه العليا، ده لو انت اصلا موهوب كفايه. وبعد ده كله تروح عند البور، لكن في طريقه تانية عشان توصل بقى للبرج من الاكاديميه على طول، وهي انك تخترع نوع من السحر او تعويذه جديده، ووقتها هتكون مؤهل كفايه ان انت تروح للبور وربنا معاك وتقدر بعدها تكون الماجيا بندر. ولو انا منك اقعد في البيت احسن واتفرج على اي حاجه. المهم بعد الدرس بيخرج ويل والبت ديت، وفي الطريق بيقابلوا شنو مجموعته، وواحد منهم كان عمال يحكي للطلاب هو ازاي شيون قدر يهزم الوحش ده لوحده. وطبعا الكل كان مبهور بيه، لكن شيون كان قاعد ساكت وعارف ان ده كله كذب، ولحد دلوقتي هو مش متقبل حقيقه اللي حصل. فجاه بيلاقي ويل معدي من قدامه، فبيقوم هو متعصب جدا وبيساله انت ازاي قدرت تعمل كده، وكان شايف اللي هو عمله دوت مستحيل. بس ويل مش بيرد عليه ويسيبه ويمشي. وبنروح بعدها لمكتب المديره، وهناك بنشوف ادوارد بيطلب منها ان هي تضغط ويل من الاكاديميه، وبتساله انت جاي تطلب الطلب ده دلوقتي ليه؟ ده خلاص فاضل سنه واحده ويتخرج. فبيرد عليها ويقول لها ان الاكاديميه بتاعتهم بتخرج سحره مش اكاديميه للمحاربين. المديره بتقول له انت عارف ان ويل عبقري في كل المجالات بعيدا عن السحر، وممكن ما يكونش الماجيا فيندر بس اكيد هيبقى حاجه كبيره جدا في المستقبل، لكنه برضك مش بيستخدم السحر. واصرار ادوارد دوت قررت ان هي تديله فرصه، طلبت منه ان هو يعمل له اختبار، ولو فشل فهي تسمع كلامه وتطرده من الاكاديميه، اما لو نجح فمش هيمشي منها. المعلم بيفرح على الاخر وبيقول اخيرا وقعت في ايدي انا مش هرحمك. وشكلها كده ما بصفش بالخوف خالص. في الوقت دوت كان ويل بيجيب الكتب من الخزانه بتاعته، والبنت بتاخد بالها ان هو حاطط السيف هناك، فبيقول لها ان هو حاططهم هنا عشان لو حصل حاجه واحد الدماس فمش هيرجع للسكن يعني. المهم بيرجعوا بعد كده للمكتبه، وبطلنا بيبدا يذاكر عشان ما يضيعش وقت، لكن فجاه بيلاقي ادوارد قدامه وبيقول له تعالى معايا يلا لساحه التدريب. بيروحوا لهناك وصاحبنا ما كانش فاهم اي حاجه، لكن فجاه ادوارد بيهجم عليه، فبيقول له اعتبر دوت اختبار ليك واهجم عليا يلا، ولو قدرت ان انت تصيبني مره واحده فانت كده هتبقى في المدرسه، اما لو فشلت فاعتبر نفسك مطرود. والواد مش بيلحق يستوعب اللي بيحصل، وفجاه بيلاقي الهجوم التاني جاي عليه. وفي الوقت دوت بنشوف واركر رايح لمديره المدرسه بعد ما بتستدعيه، وكانت جايباه على هنا عشان تقول له على موضوع ادوارد، وبتستخدم سحرها وبتوري الاختبار اللي بيحصل دلوقتي. وبينصدم واركر من اللي شايفه وبيطلب من المديره انها تشرح له ايه اللي بيحصل بالظبط، فبتقول له ان هي احترمت طلبه في ان ويل يفضل في الاكاديميه، لكن برضك احترمت طلبه ادوارد في الاختبار. واركر كان خايف من ادوارد بالذات، وبنعرف سبب خوفه لان ادوارد هو الشخص المقرب ان هو يكون الماجيا فيندر اللي جاي، ساحر الظلام اللي على بعد خطوه واحده بس من القمه. وويل في الوقت دوت كان بيعاني قدامه وبيتفادى هجماته بصعوبه، ولما بيقدر ان هو يقرب منه اخيرا بيلاقي درع قوي بيحميه، وحتى بكل قوته مش قادر ان هو يخترقه. وادوارد ساعتها بيديله واحده بتنملي بعيد، والواد في اللحظه دي كان بيعاني لابعد الحدود ومش عارف يعمل اي حاجه. وادوارد مش بيكتفي بكده، لا ده بيعمل تعويذ
كتيره جدا وبيهجم عليه بيها، والواد بياخد على عينه، وقتها بيتمنى ان هو يكون معاه السيف بتاعه، وكان متاكد ان هو لو معاه فاكيد هيغير الوضع ده كله. وفي الوقت دوت البنت كانت عند الخزانه وبتفكر في اللي ممكن ادوارد يكون عاوز ويل فيه، بس بيقطع تفكيرها دخول الكاب بتاع ويل عليها وهو مصاب، وبيشاور على الخزانه. وعلى الناحيه التانيه بقى بطلنا كان واقع مصاب ومش قادر ان هو يتحرك، وادوارد بيقول له فوق فوق وشوف الحقيقه بتاعتك، هو ده الواقع اللي انت مغمض عينيك عنه عشان ما تشوفهوش، معاك سحر يعني معاك قوه غير كده مفيش. وعلى الرغم من الكلام بتاعه بيقوم ويل وعينيه كلها عزيمه، وبيقول ان استحاله برضك يتخلى عن حلمه، وبيسالوا ادوارد عن السبب اللي مخليه متمسك بحلمه قوي كده، وبيمسك كل النضاره اللي بنعرف ان هو اخدها من اولivia، وبيقول ان دوت وعد لصديقه طفولته. في اللحظه دي بتوصل البت ومعاه السيف وبترمي ناحيته على طول، وبيرجع القتال من تاني، وادوارد بقى بيهجم عليه بالسحر، لكن المره ديت ويل بيصده بالسيف، عشان كده ادوارد بيحاول المكان كله بالسحر. وويل طبعا كان خايف من القوه المرعبه اللي قدامه، لكن برضك مش بيستسلم وبيهجم عليه باقصى سرعه عنده، وبيتفادى الضربات كلها لحد ما بيوصل للدفع بتاع ادوارد وبيكسره، واخيرا بيقدر ان هو يوجه له هجوم واحد ويجرحه في وشه كمان. عشان كده ادوارد بيوقف القتال ويعرفوا ان هو نجح، وكمان اخد 5 نقاط كمكافاه، وبتروح بعدها البت عشان تطمن على ويل، وكان خلاص جاب اخره حرفيا. في نفس الوقت عند المديره وافكر كان فرحان جدا بالنتيجه. وبنرجع للماضي بقى وبنشوف وقت لما اولivia ادت النضاره ديت لويل وبتديها له كهديه وداع ليه قبل ما تطلع للبر، وبيوعدها ساعتها ان هو مش هيتاخر عنها وهيلحقها في يوم من الايام. وفي الوقت دوت بنشوف ويل وهو شغال كعامل توصيل الجرايد، ومره واحده بياخد باله من خبر موجود في الجريده، والخبر دوت عن اولivia اصغر ماجا فيندر واول واحده في التاريخ قدرت ان هي تصنع 12 تعويذه جديده. لكن كمان بيقولوا ان اولivia عندها طلب للمؤسسه العليا وان هي عاوزه نواه الوحوش الجليد، والواد طبعا بيطلع يجري على السكن بتاعه وبيجهز نفسه عشان يروح على هناك، وبنشوف زميله في السكن اللي اسمه روستي وبيقول له مالك يا ابني مستعجل كده ليه؟ الواد بيقول له ان اولivia طلبت مهمه في الدور الرابع عشان تجمع نواه الوحوش وتقدر ان هي تستخدمها في السحر بتاعها، وبيطلب من روستي ان هو يديله من الادوات بتاعته، وفعلا بيديله شويه ادوات غريبه جدا، وبيقول له كمان ان هو زود عليها تحسينات عن المره اللي فاتت، والواد بيشكره وبيتحرك فورا ناحيه الدماس، وهناك بينصدم من اعداد الطلبه اللي شاركوا في المهمه ديت، وفي وسط الطلبه دول بيكون سول موجود هناك ومش راحم حد خالص، وبيقدر لوحده يدمر اعداد كبيره من وحوش الجليد، وويل بيعرف ساعتها ان هو لو فضل هنا مش هيعرف يجمع اعداد كافيه من الانويه، ومفيش حل غير ان هو يخش جوه الطابق اكتر، وبالفعل بيبدا يبعد عن المكان اللي الكل متجمع فيه، لكن فجاه بيلاقي قدامه مجموعه من الوحوش بيهجموا على واحده من الطلاب، والواد بسرعه بيسحب سيفه وبيخلص عليهم، والطالبه اللي انقذها بتنصدم لانه ما استخدمش سحر خالص، والبنت دي بتبقى اسمها ايريس، والاثنين بيتحركوا سوا وبيتعرفوا على بعض اكتر، وبتكون ايريس اصغر من ويل بسنتين، وكانت جايه هي كمان عشان تشارك في طلب المهمه بتاع اولivia، وده على امل ان هي تكون مفيده شويه للماجا فيندر عشان هم اللي بيحموا العالم من الدمار. نعرف في الوقت دوت ان السما اللي موجوده في العالم دوت دي مزيفه وعباره عن حاجز مصنوع بالكامل من قوه الماجا فيندر المهوله، وفي نبوءه بتقول ان الحاجز ده هيجي في يوم من الايام وينكسر، وساعتها الظلام هيرجع تاني للعالم، وعشان كده الكل بيتعاون ان هم يساعدوا الماجا فيندر بكل امكانياتهم، وده عشان يقدروا يحافظوا على الحاجز وينقذوا العالم من الدمار. والبنت بتقول له ان هي قابلت اولivia قبل كده، وبتحكي ان هي في يوم كانت في الدماس واتحست من الوحوش وكانت خلاص فقدت الامل، بس فجاه بتلاقي الوحوش دي كلها اتجمدت وبتظهر اولivia قدامها، ومن اليوم دوت هي معجبه بقى جدا وعاوزه تعمل لها اي حاجه تساعدها. وفي الوقت دوت الكلب بتاع ويل بيشوف حاجه وبياخد ويل ناحيتها، وايفيس بتساله على اللي هو بيعمله، فبيقول لها ان في اصلا واحد من وحوش الجليد لكنه مش وحش عادي، ده اقوى بكتير من اللي فاتوا، وعشان كده بيجهز الادوار بتاع روستي وبيستعد للقتال، لكن فجاه وبدون اي مقدمات بينزل عليه وحش جليدي ضخم جدا، والوضع على طول بيسحب البنت بعيد قبل ما يحصل لها حاجه، والبنت بتاخد بالها من الوحش دوت واللي يعتبر اقوى وحش موجود في الطابق الرابع كله، وقيمته هي 6 نقاط كامله، والوحش بيهجم عليهم لكن ويل بيقدر ان هو يتفادى الضربه بتاعته وبيبعد عنه بسرعه، وبيقول للبنت استني هنا لحد ما اخلص عليه واجي، بس هي بتحذره لان الوحش اللي قدامه دوت الضربات الجسديه مش بتاثر فيه، وكمان لو الهجوم بتاعه لمسه فيحوله كتله تلج، ويل بيقول لها ما تقلقيش عليا واتفرجوا وشوف العظمه اللي هتحصل، وبيجهز ادواته وبيظبط نفسه وبيتحرك باقصى سرعه عليه على الوحش، والوحش هو كمان بيهجم عليه، بس على مين ده غلبان وقف تعظيم وسلام، وبيتفادى ضربته بكل سهوله وبيبدا يتحرك بسرعه عشان يشتت الوحش، وفعلا خطته بتنجح والوحش بيبدا يهجم عليه بشكل عشوائي، وده بيديله فرصه وقدر يثبت الاداه دي على جسمه، بيكون عباره عن حبل بيلفها على جسمه واحده واحده وبيقف قدامه، واول لما بيفعل الاداه بيطلع منها نار على الحبل بحاله لحد ما بتوصل للطرف اللي متثبت فيه القنبله، وبوم بيتعمل انفجار ضخم جدا وبيملى المكان كله، وبينجح ان هو يقتل الوحش دوت بكل عظمه واستبسال، ومش بيفضل غير النواه بتاعه الوحش بس، والبنت في الوقت دوت بتكون مبهوره من اللي شايفاه، لكن فجاه نظره عينها بتتغير بتقول في نفسها هو ده الشخص عديم الموهبه اللي انا سمعت عنه ولا ايه، لكن الاشاعات مختلفه جدا عن الواقع ولازم أنا ارجع وابلغ المعلومات ديت للرؤساء. انت مين يا بنت انت وتابع مين بالظبط؟ وبترجع لحالتها الطبيعيه، والواد بيجي لها وبيقول لها يلا عشان نمشي من هنا، كفايه لحد كده النهارده.
وبعدها بنروح جوه البرج السحري، وهناك بنشوف المعلمه ايريس بعد ما بتفك الضفيره بتاعتها وبتظهر على حقيقتها، وبتقول في نفسها ان الطريقه اللي ويل عوض بقى العجز بتاعه كانت مبهره جدا، وعنده قوه قتاليه جباره ومهارات في التعامل مع الوحوش وقت القتال. توصل بعدها عند الباب وبتستأذن ان هي تخش جوه. بس يا ترى مين اللي في البرج السحري دمت؟ ايوه مفيش غيرهم، هم اقوى سحرة موجودين في العالم، وهم الماجيا فيندر. والبنت بتخش بقى وبتنحني قدامهم وبيسالوها اذا كانت لقيت شخص كويس ويكون قادر ان هو يخش المؤسسه العليا، وده لانهم عاوزين ناس يضمهم ليهم ويزودوا قوتهم القتاليه قبل ما تحصل الكارثه والحاجز ينكسر. والبنت بتقول لهم فعلا في شخص جذب انتباهها لكنه مش بيقدر يستخدم السحر، وهي نفسها بتوصي بيه يطلع للمؤسسه العليا. وساعتها بيفضلوا يتخانقوا ما بين بعض. سيده الرياح بيكون رافضه نهائي ومش عاجبها الموضوع خالص، وواحد تاني بيكون موافق جدا ومتحمس على الاخر وشايف ان هم لازم يجربوا ناس جديده، ودوت هو سيد البر. وساعتها سيد النار بيقول مفيش داعي للخلاف، كده كده مهرجان السحر قرب وساعتها نقدر نختار القرار بتاعنا. وبينتهي الاجتماع على كده وبيمشوا كلهم ما عدا اوليفيا، واللي مش بتنطق بولا حرف من بدايه الاجتماع، لكنها بتكون مستنيه صديق طفولتها يجي بفارغ الصبر. وبنروح تاني يوم للاكاديميه وبيكون في امتحان عملي على تدمير بعض المحاربين الاليين، وبنشوف سيون بيدمر اللي قدامه بقوته الناريه، ومن بعده خليت بسحر الصخور وبتخلص عليهم كلهم. وبيجي بعدها دور بطلنا ويل واللي بيتحرك ناحيه المحاربين ويبدا يحاربهم بقوته الجسديه. بس ساعتها اللي في المكان كله بيتكلموا عليه وبيسخروا منه وازاي اصلا هو شارك ومش بيعرف يستخدم السحر خالص، عشان كده بيفقد التركيز بتاعه في اخر لحظه وبيتضرب ويفشل في الاختبار. وبنعرف بعدها معلومات عن نظام النقاط في الجامعه، وكل واحد مطلوب منه 7200 نقطه دوت بس عشان يتخرج من الاكاديميه، وممكن تعلي في النقاط كمان وتجيب 12000 نقطه، بس دوت للعيال الجامده مالناش دعوه بيهم. يعني اهم حاجه كده انت تجيب 7200 نقطه عشان تقدر تتخرج من الاكاديميه. وواحد زي سيون مثلا عنده 9000 نقطه، وعلى الرغم من العدد الكبير ده كله بس هو مش اعلى واحد جايب نقاط في الاكاديميه. وبنتعرف بعدها على اعلى الطلاب اللي جايبين عدد نقاط، مستخدمه البارك الهانا، والالف مستخدم الرياح فنجال، والاخير هو مستخدم عنصر الجليد يوليوس. والثلاثه دول بقى يستحقوا لقب وحوش حرفيا وبكل جداره، وبيتقال عليهم الاقوى في الاكاديميه كلها، ودول لانهم الوحيدين اللي عدوا 10000 نقطه، ويعتبر اقرب واحد ليهم هو شيون. وبكل سهوله ثلاثه بينجحوا في الاختبار بتاعهم، وبيجي يوليوس قدام الكل وبيتحدى فنجال ودوت في مهرجان السحر اللي هيحصل قريب. وبنرجع لصاحبنا ويل اللي كان قاعد زعلان على فشله في الاختبار، وبنشوف النقاط اللي عنده كده وبيطلع 5400 نقطه بس، يعني مش كفايه حتى ان هو يتخرج، وكمان اسوأ واصعب حدث بيحصل في الاكاديميه قرب وهو مش عارف هيعمل ايه ساعتها. وتعالى بقى يا سيدي افهمك ليه مهرجان السحر مهم قوي كده، لانه بيحصل كل سنتين وبيبقى فيه تحديات كتيره جدا ما بين الطلاب، واللي بدورهم بيعرضوا المواهب بتاعتهم السحريه، وبيكون في مجموعه من المستكشفين التابعين للسحره الكبار والمؤسسه العليا وبيراقبوهم عشان لو حد فيهم موهوب يضموه ليهم. وبنشوف كليه عماله تقنع ويل ان هو ينضم، يمكن واحده من الجامعات تشوف قدراته وينضم ليهم. وبالنسبه للجامعات ديت فعندنا 5 منهم: البر، الرياح، النار، والجليد، وكل جماعه منهم تحت قياده واحد من الماجيا فيندر، وفوقهم كلهم بيكون جماعه حاكم الضوء، وده يعتبر الحاكم بتاعهم واقوى واحد فيهم. وكلهم بيبعتوا اشخاص ملقبين بالمراقبين عشان يحددوا اصحاب المهارات المميزه جدا، وبعدها يطلعوهم على المؤسسه العليا على طول. والمراقبين دمت هوايتهم مش معروفه خالص، وايريس تبقى واحده منهم. وعلى الرغم من ده كله ويل لسه رافض ان هو يشارك، لان التجربه اللي فاتت بتاعته كانت سيئه جدا، وهو فعلا جذب الانظار ليه، بس بالعكس خالص. والكل وقتها كان بيكرهه، وكل بتفقد منه الامل وتمشي. وبعد شويه بيروح الاثنين عند الخزانه بتاعتهم عشان يرجعوا الكتب بتاعتهم، وهناك البت بتحس بحاجه غريبه قوي ناحيه واحده من الخزانات اللي هناك، وكان في تعويذه سحريه مخفيه عليها، وعشان تدمر التعويذه دي بتستخدم قدره الكلب بتاع ويل، وفعلا بتقدر ان هي تلغي التعويذه. وبيفتح الخزانه وبيبان وراها سلم وبياخدهم لاوضه تحت الارض، وبيكون عباره عن مقر مراهنات سر للطلاب عشان يراهنوا على مين اللي هيكسب في مهرجان السنه ديت. وقبل اي حاجه كده انا حابب اقول لك ان المراهنات حرام عشان دماغك لو سوحتك ولا حاجه. المهم العيال الكفره دمت بيكونوا عاملين مراهنات على الثلاثه الاوائل في الاكاديميه، والواد بيخش هو والبنت، وهناك بيقابلوا الشم بالصدفه وبيحس بالاحراج لان وجوده هنا بيفهم الناس كلها ان هو غيران من الثلاثه اللي سابقينه. بس الواد بيتحمق قوي كده وبينكر لان عدد النقاط اللي هو ناقصها عنهم دي في امتحانات الكتابه بس مش اكتر، اما بالنسبه لقوته السحريه فهي مش اقل منهم خالص. المهم بعدها اليوم الدراسي بيخلص وبيستاذن ويل من كليته عشان عنده شغل في الحانه، وبيجي الليل وبيروح على الحانه اللي هو شغال فيها، واللي بيكون عباره عن حانه خاصه بالاقزام، وواحد من الاقزام واسمه دوانا بيكون على علاقه كويسه بيه، وبيساله اذا كان هيشارك في مهرجان السحر السنه ديت ولا لا. فويل بيقول له لا انا مش هشارك السنه ديت. وبنشوف ان ويل محبوب جدا من الاقزام اللي في المكان كله، بنعرف بعدها ان وسط شغال معاه هو كمان، وبيساله هو ليه مستمر في الشغل هنا على الرغم من ان الاجور بتاعتهم ضعيفه.
ضعيفه، وممكن نوصل للاستاذ وافكر يدل على شغل احسن من هنا بكتير. فويل بيقول له انا مش عاوز اتقل عليه يعني، وفي نفس الوقت انا بحب الاقزام جدا زي ما هم بيحبوني وحابب اكون وسطهم. وعلى فكره ويل بيشتغل في المكان عشان يسدد مصاريف الاكاديميه بتاعته، لان بالنقاط اللي عنده فاستحاله ياخد منحه خالص. وفي اللحظه بيخش عليهم يوليوس والمجموعه بتاعته، ودول بقى بيطلعوا اوسخ بكتير من مجموعه شيون. واول لما بيعرفوا ان المكان خاص بالاقزام بيبداوا يسخروا منهم، وبيطلع ان مفيش اي حاجه تانية فاتحه خالص. ويوليوس بعدها بياخد باله من ويل وان هو شغال في المكان فبيقول له بسخريه كده ان هو فعلا في المكان اللي شبهه. عرفكم متدني زي هم اقرب الناس ليه، فبيتعصب عليه دوانا. لكن يوليوس بيقول له هتعمل ايه يعني؟ انت وكل جنسك شويه لاجئين قذرين، مش هتقدروا تعملوا اي حاجه. وبنعرف ان وقت الكارثه زمان عالم الاقزام اتدمر، فهربوا لعالم البشر، ومن ساعتها في عنصريه واحتقار من ناحيتهم. وبيقعد يوليوس هو ومجموعته وبيقدم لهم وسط واحد من الاطباق الخاصه بالاقزام، والثلاثه بيفضلوا يسخروا منهم ومن الاكل بتاعهم. وساعتها ويل مش بيستحمل خالص، وبيروحوا يطلب منهم ان هم يعتذروا، لان الاكل هو فخر بالنسبه للاقزام وما ينفعش اي حد يقلل من قيمته. يوليوس مش بيهتم بكلامه، وكمان بيزق الطبق برجليه ناحيته، والاثنين اللي معاه بيقوموا يحاولوا يستفزوه اكتر، بس خلاص طفح الكيل. ويل بحركه منه بيخلي الاثنين يفقدوا الوعي، وبسبب اللي حصل شويه من المشروب بيقع على هدوم يوليوس، فبيحس بالاهانه وبيقرر ان هو يعاقبه، وبيجمد المكان كله بالكامل، وبيهجم بالجليد بتاعه ناحيه ويل، واللي بينجح ان هو يتفادى الهجمه في البدايه، بس في الاخر مش بيقدر. ويوليوس بيثبته وكان خلاص ناوي يجمده بالكامل. بوست كان مخبي العصايه السحريه بتاعته ولسه هيتدخل، بس وقتها يوليوس بيقف بعد ما بيشوف نظره التحدي في عيون ويل، فبيقرر ساعتها ان هو يعاقبه على الملأ قدام الناس كلها، وطلب منه ان هو يشارك في مهرجان السحر عشان يذله. فويل بيوافق بس بشرط واحد، لو هزمه فيعتذر للاقزام على اللي قاله. وبالطريقه ويل بيشارك في المهرجان، ومش ناوي ابدا ان هو يخبي قوته زي المره اللي فاتت، وده كله عشان يعلم يوليوس الادب. وبنروح اخيرا لليوم الموعود، وبنشوف مديره الاكاديميه وهي بتعلن عن بدايه المهرجان رسميا. واول تحدي بيكون سباق التنانين، واللي بتكسب فيه الهانه بكل سهوله. وبنشوف كمان ايريس قاعده جنب المديره وبتقول لها ان في مستكشفين كتير السنه وحابب اقول لك ان دومت مش لازم ان يكونوا تبع البرج خالص، في صحبه تانية موجودين بس ما لهمش علاقه بالبرج، وبتستأذن بعدها عشان عندها مهمه وعاوزه تعملها. والتحدي التاني خلاص قرب، وبنروح بعد كده لشيون اللي بيجهز للتحدي التاني هو كمان، وبنعرف ان هو شارك في التحدي بالذات عشان كوليت طلبت منه ان هو ينضم للمجموعه بتاعتها، وهو طبعا وافق ينضم ليها، وكان رايح وسرحان في خياله. بس بيتفاجئ لما بيوصل هناك وبيشوف ويل قاعد معاها، فبتعتذر له ساعتها لان ما كانش فيه غير حل واحد عشان يشاركوا، لازم أن يكون مجموع النقاط بتاعتهم 20,000 نقطه، وعشان كده هي طلبت منه ينضم للفريق كمالة عدد يعني. بس في اللحظه بيخش عليهم يوليوس، وهو وويل بيبصوا لبعض كده من غير لما حد يتكلم، بس شيون بيحس بالاهانه لان يوليوس ما بصلهوش خالص، يعني هو مش شايفه حتى منافس ليه، وبيعتبر ويل منافس ليه اكتر. واللي زود الاحساس اكتر الحادث اللي حصل في ديماس، وبنشوف بعدها المعلق بيقدم للجمهور التحدي الثاني واللي هيكون تحدي التاج، وبيبدا صحه الالف يعملوا تعويذه ضخمه جدا فوق المكان بالكامل، وبيكون هو سحب الوهم، وبيعملوا بيه قبض التحدي، وبيكون عباره عن مجموعه من الاراضي حوالين المبنى المركزي، والاراضي تدرسها صعبه جدا، وكمان فيها فخاخ سحريه كتير، والمركز بيكون موجود في المبنى اللي هم فيهم، وكمان موجود التاج، والفرق المكونه من 3 اشخاص بيتنافسوا على التاج واول فريق بيوصل له هو هيبقى كسبان، والكل بيكون متحمس لان 2 من الاوائل هيشاركوا في الاختبار واللي هم يوليوس وفنجال. بس الانظار برضك بيكون رايحه على الفريق السادس عشان هيشارك فيه العبقري شيون المعروف بسحر النار، وكوليت ساحره الارض، ومعاهم ويل عديم الموهبه. وعلى طول الكل بيبدا يسخر من ويل عشان قرر يشارك اصلا، وكل الفرق بتتحرك للموقع بتاعها، وبيعلن المقدم عن بدايه التحدي. واول عقبه بتظهر قدامهم هي الات التدريب واللي بيكون موجوده باعداد كبيره جدا، بس الجمهور في اللحظه بيستغرب لان اول واحد بيجري ناحيه الالات هو ويل، وبتستخدم كوليت سحرها في الوقت وبيكون قفاز صخر على ايده وبيهجم بيها، وبضربه واحده بيكسر الالات اللي قدامه كلها. ومن الصدمه الجمهور كله بيبقى ساكت ومش مصدقين اللي شايفينه، وويل في ثواني بيقدر يدمر كل الالات اللي قدامه، وفريقه هو اللي بيتقدم عن الباقي، والانظار كلها بتنجذب ناحيته. بس وقتها بتشتعل نار الغيره عند شيون، وده لما بيفتكر ان ويل هو اللي انقذه، فهو بالنسبه له يموت اهون على ان واحد ما عندوش سحر هو اللي ينقذه. والمهم التحديات بتكتمل، والتحدي اللي عليه الدور هو واد الصخور، وبيكون في الات هناك وبتهجم عليهم بسهام صخريه، وويل بيضرب الارض فبيعمل درع صخر قدامه يحمي بيه نفسه، وبعدها كوليت بتستخدم تعويذه وبتطلع له اعداد كبيره جدا من السيوف الصخريه، وبيبدا ياخدها ويدمر بقى كل الالات اللي قدامه لحد ما بيخلص عليهم كلهم، والجمهور كله بيكون مركز معاه، واللي بيقول ان اكيد هو بسبب سحر كوليت. والاهم منهم بقى ايريس بتظهر وسط المدرجات وبتقعد تشجع ويل، وواضح جدا ان هي ناويه على خطه معينه، وكان متوقع جدا ان فرقه ويل هي تكون في الصداره. وبالنسبه للفرق الثانيه فمعظمهم بيعانوا من الفخاخ اللي بيقابلوها، لكننا بنشوف يوليوس مجمع كل الفخاخ اللي قابلها، وبيسالوا واحد من اللي معاه عن اخبار الفرقه الثانيه، فبيعرفوا ان فرقه ويل في الصداره دلوقتي، وكانوا قلقانين
جدا ان هو يوصل للتاج، بس يوليوس بيهديهم لانه عامل حسابه على كل حاجه. وعلى الناحيه التانيه بقى بيكون فايق ويل وصل للمرحله الاخيره واللي اسمها غابه الظلام. تظهر قدامهم فخاخ الظلام اللي ادوارد عاملها، بس بسرعه ويل بيبدا يقطعهم وبيخليهم يلغوا بعض. ودلوقتي مش بيفصلهم عن التاج اي تحديات تانيه، بس ويل كان ناوي ان هو يستنى لحد ما يوليوس يجي، لكن فجاه بيقطع تفكيره هجوم من الجليد ظهر من عدم قدامه. ولحسن الحظ بيقدر ان هو يتفادى الهجمه، وبيظهر يوليوس ساعتها قدامه، وبيبقى ويل متفاجئ ان هو لوحده. بس على طول يوليوس بيجهز السحر بتاعه وبيهجم عليه بسهم من الجليد ناحيته، وبيقدر ويل ان هو يتفادى الهجمه بصعوبه، وبيفكر في خطه ازاي يتعامل معاه. لكن فجاه بيبدا الجليد ان هو يدوب، وبيطلع ان سيون بدا يحرك قوته بشكل كبير وبيستدعي تعويذه قويه جدا. فبتحس كليه ان في حاجه غلط، واحساسها بيطلع في محله لان سيون بيهجم بالتعويذه ديت على ويل، وفي اخر لحظه بتعمل كليه دبع عليه عشان تحميه. واللي حصل دوت بسبب انفجار ضخم جدا في الغابه، مش بيبقى حد من الجماهير عارف ايه اللي بيحصل بالظبط. لحسن الحظ ويل بيطلع من الانفجار سليم، وده كله سبب كوليت. لكن الغابه بقى نصها متدمر حرفيا، وبيطلع شيون وبيقول له ان خلاص يوليوس مشي، مش هيبقى في اي عائق دلوقتي، يلا نبدا القتال بتاعنا. وبيستغرب ويل وكوليت من كلامه، بس هو بيهجم عليه بكل قوته. وويل بيقول له يا ابني فهمني انا عملت لك ايه بالظبط، انت ليه عاوز تقتلني؟ وشيون بيقول له ان هو مش محتاج سبب، هو كرهه كده وخلاص. وكوليت ده كانت لسه هتتدخل وتحاول تمنعه، بس بيظهر جدار جليدي ضخم قدامها، وبيطلع ان يوليوس لسه في المكان وبيهجم عليها هو كمان. وويل كان عاوز يروح ينقذها، بس شيون بيوقفه وبيقول له يلا اسحب سيفك وقتلني دلوقتي. وللاسف مفيش اي اختيار تاني، عشان كده بيجهز ويل للقتال. وتعالى بقى لما اشرح لك هو ليه شيون بيكره ويل قوي كده. وهم صغيرين بيكون شيون شايف ويل وحالته التعبانه على الاخر، والغريب ان هو كان متضايق عشانه ومش عاوز يشوفه في الحاله ديت. عشان كده في يوم من الايام بيروحوا يكلموا وبيقول له انا هسمح لك تبقى واحد من الاتباع بتوعي، بس ويل مش بيرد عليه ولا بيبص له حتى، وبيسيبه ويمشي. وقتها شيون بيتعصب عليه وبيزعق له، بس ويل بيقول له سيبني في حالي ومالكش دعوه بيا. وهنا شيون بيستغرب جدا، لان بدل ما ويل بيبص له بصه بكرف، لا ده بيروح عند البرج ومش شايف اي حاجه تانية قدامه. ومن ساعتها بيحس بالتجاهل بتاعه وبيتولد الكره عنده، وهو ده بقى السبب العبيط بتاعه. وبنرجع تاني للحاضر وبنشوف ويل بيتفادى ضربات شيون القاتله بصعوبه، بس الوضع مش بيعجب شيون لانه عمال يتفادى هجماته بس، ومش بيحاول حتى ان هو يهجم عليه. ولما بيزعق له بيقول له يا ابني انت مجنون ولا ايه، احنا في نفس الفريق ازاي اهجم عليك؟ بس برضك شيون بيفضل مصر ان هم يكملوا قتال، والجماهير بيتفرجوا ومحدش فاهم ايه اللي بيحصل لشيون وليه بيهجم اصلا على زمايله. وبيتكلم ساعتها ادوارد بيقول مهما كان السبب فدي هتبقى علامه بارزه ضده. وفعلا المستكشفين بداوا يتكلموا عليه وزي ان هو متهور جدا وبيهاجم صحابه. وفي الوقت دوت روستي كان بيحاول يفهم السبب، بس بتيجي ايريس وبتستاذن ان هي تقعد جنبه. وهنا بتحصل حاجه غريبه قوي، ان الاثنين بيكونوا على معرفه قديمه مع بعض. وايريس بتقول له عامل ايه يا عم انت، بقالي كتير ما شفتكش خالص، ولو انت شايف الموضوع ده عادي فعاوزك تركز معايا شويه. ايريس تبقى واحده من المراقبين الخاصين بالمجرى فيندر، فاكيد معرفتها بوستي مش هتبقى بالبساطه ديت. وافتكر كمان المشهد لما يوليوس هجم على ويل في الحانه، كان بوستي على استعداد خلاص ان هو يتحرك. ولو حطينا الكلام ده كله مع بعض فاكيد هنتاكد ان الشخص دوت مش شخص عادي. وخلي المعلومه ديت معاك هنحتاجها بعدين. المهم وسطي بيلاحظ ان ايفيس بتشجع ويل، فبيقول لها ما كنتش متوقع ان اشوفك بتشجع شخص بعينه. فبتقول له بصراحه انا سمعت عن ويل من شخص معين، وبعد ما شفته جذب انتباهي جدا. وفي الوقت دوت بنشوف كليت وهي بتحاول تهرب، لكن يوليوس بيهجم عليها وبتنجح ان هي تفادى الهجمه بتاعته. بس فجاه بتلاقي نفسها واقعه في فخ من فخاخ الظلام، وبيطلع ان هو كان بيستدرجها ناحيته من البدايه. وفي الوقت دوت كل الجمهور اللي في المدرجات بيتفاجئ من حاجه غريبه، يوليوس موجود دلوقتي في الغابه قدام كوليت، وفي نفس الوقت موجود عند الفرق الثانيه. وبنشوفه ظهر قدام فرق الفنجال، واللي بيساله هو جاي فعلا عشان يتحداه ولا ايه. وقبل ما يوليوس يرد عليه بيلاقي تعويذه تحتيه بيطلع منها عصاف ضخم جدا وبيتدمروا تماما، ودي بتكون عباره عن نسخه من الجليد. والموضوع ده بيخلي فنجان مستغرب جدا ان هو مخبي تعويذه قويه زي ديت. وبنرجع بعد كده لقتال شيون مع ويل، واللي بيحاول يفهم ايه السبب اللي يخلي شيون يعمل كده. بيفتكر ساعتها ذكريات الماضي والتنمر اللي كان بيتعرض له زمان، وكان بيسال نفسه سؤال واحد بس، انتوا ليه بتعملوا معايا كده على الرغم من ان انا ما اذيتش حد فيكم؟ سيبوني في حالي، انا مش عاوزكم تقبلوني، سيبوني بس اركز على الهدف بتاعي. وبنرجع للقتال وبنشوف شيون بيستخدم تعويذه وبيقدر ان هو يستدعي نصر من النار. وبيتفاجئ ويل لان كده شيون بيقدر يستدعي واحد من الحراس. مره واحده النسر بيهجم عليه، بس هو بينجح ان هو يقطع جناحه، لكن قبل ما بيفرح بيلاقيه جدد من تاني وبيهجم عليه تاني. وفي الوقت دوت كل اللي في المدرجات بيكونوا مبهورين جدا، لان ازاي اصلا طالب عنده قدره ان هو يستدعي حارس. وادوارد كان عارف اللي شيون عمله دوت ده مش حاجه سهله خالص، وبيجذب ساعتها انتباه المستكشفين اللي جايين من جماعه النار. وبيقولوا القائد بتاعه من المهرجان دوت مفيد جدا عشان يطلع موهبه زي ديت. وفي الوقت دوت بقى ويل وشيون كان جابوا اخرهم في القتال خلاص، وويل بيساله المره الاخيره عن سبب مهاجمته ليه، وبيطلب منه لو هو مصر قوي كده يستنى شويه عقبال لما يقاتل يوليوس ويجي تاني. الكلام دوت بيخلي شيون متعصب منه اكتر ويبدا يطلع كل اللي جواه. ومن زمان هو بيكره ويل عشان شخص رافض الاستسلام، على الرغم ان هو ما عندوش موهبه خالص. بس برضك في نفس الوقت اكتر حاجه كانت مضايقاه ان هو مهما عمل مش بيشوف بص الكوره في عينيه، وعلى طول بيتجاهله
له، وشيونو متكبر المغرور كان عاوز بس ويل يشوفه كخصم ليه، وويل بيفهم اخيرا السبب وبيصالح نفسه هو كمان، وبيقول طول عمري وانا بحاول اتجنب الناس كلهم، بس من جوه عاوزهم يعترفوا بيا، ولو القتال دلوقتي مع شيون هيخليه يعترف بيا هقاتل بكل قوتي. وفعلا الاتنين بيرجعوا له قتال من تاني بكل قوتهم، وشيون بيهجم عليه بضربات كتيره جدا، بس في نفس الوقت ويل بينجح ان هو يحدد مسارها وبيقدر ان هو يتفاداها كلها، بيوصل للنواه بتاع الحارس وبيخلص عليه. وهنا خلاص الاتنين كانوا قدام بعض في هجومهم الاخير، بس فجاه بيظهر حاجه صخر قدامهم، وكلود ظهرت اخيرا ووقفت القتال ما بينهم، وبتقول لهم ان هم يركزوا دلوقتي، الاهم هو يوليوس لانه اختفى من قدامها، وبتطلب من ويل ان هو يروح ويتعامل معاه، وهي هتهتم بموضوع شيون واللي كان متضايق على الاخر لان القتال هيقف بالشكل دوت، بس بيوعدوا ان هو هيكملوا قتال بعدين. وعلى الناحيه الثانيه بقى بتظهر فرقه يوليوس في المدرجات، ومفيش حد يقدر يمنعهم من الوصول للتاج، ودوت اللي كانوا متوقعينه، بس فجاه وبدون اي مقدمات بينصدم من كل بول نازل عليهم من السماء، وبيقف بكل هيبه قدام يوليوس وبيتحداه في قتال. بس تعالى كده لما نروح للبرج شويه، وتحديدا عند اوليفيا واللي بتجيلها المساعده بتاعتها عشان تديها تقرير باللي بيحصل في المهرجان ومعلومات عن الشخص اللي احتمال يكون الخليفه بتاعها، والشخص دوت هو يوليوس. وعلى الناحيه الثانيه بقى يوليوس بيكون فرحان جدا ان ويل جه اخيرا، وبيقول له كنت هزعل جدا لو انت ما جيتش النهارده، ولازم انا افضل غروري واهزمك قدام الناس كلها. بس ويل بيقول له ما تحلمش ان انا اخسر النهارده، لازم انت تعتذر للاقزام اللي انت قلته. وبيقرر يوليوس ان هو يبدا القتال، وبيستخدم الجليد بتاعه وبيعمل ضرب يملى المكان كله. ويل ما كانش شايف حد قدامه، وبيبدا يركز وينجح ان هو يحدد موقع الثلاثه، وفجاه هجوم جليدي بيجي ناحيته فبيتفاداه وبيتحرك ناحيه واحد منهم، وكان عامل حسابه من الثلاث اطراف اللي ممكن الهجوم يجي منها، وخلاص قرب من يوليوس. بس فجاه الهجوم بيجي له من الطرف الرابع ومختلف عن اللي كان متوقعه، ولحسن الحظ بيقدر ان هو يتفادى الهجوم. وساعتها بيسمع صوت يوليوس وبيقول له انت بتعمل ايه يا ابني، وبيطلع ان هو لحد دلوقتي ما اتحركش من مكانه اصلا. وفي لحظه الضباب كله بيختفي وبيبان الحقيقه، يوليوس كان عامل 5 نسخ من نفسه، ودومت اللي كانوا بيهاجموا ويل اصلا. وويل بيفكر ان ديت ممكن تكون تعويذه وهم، بس لما بيركز بينصدم لانه عارف السحر دوت، وواحده من نسخ يوليوس بتقرب منه وفجاه بتنفجر وبيجمدوا مكانه. اقوى السحرة اللي في المكان بيكونوا مصدومين من اللي شايفينه، لان السحر اللي قدامهم دوت هو واحده من التعويذات ال 12 بتوع اوليفيا، وبيسالوه بقى هو ازاي قدر يستخدم السحر دوت اصلا، فبيضحك بقى على صوته وبيقول لهم دي موهبه فطريه عندي، وانا قعدت ادربها لحد ما وصلت للمستوى السحابه اللي انتوا بتتفخروا بيها، ومن الواضح كده ان هي ما تستاهلش الضجه ديت اصلا، واكيد في يوم من الايام العالم كله هيعرف حقيقتها. والكلام ده بقى مش بيعجب بول خالص، بيكسر الجليد اللي حواليه ويتحرك عشان يهجم عليه بسرعه، بس مره واحده بيلاقي نفسه متحصن من كل النسخ بتاع يوليوس، وكلهم بيهجموا عليه في نفس الوقت وبيفضلوا يقربوا منه، لحد ما مره واحده يوليوس بيحاول 3 منهم لحاجه صلبه جدا، وول بيحاول ان هو يخرج لكن بيفشل في الاخر. وهنا يوليوس بيقرر ينهي القتال، والكل بيتفاجئ لما بيشوفوا نيزك ضخم نازل من السماء على ويل، وخلاص شكلها دي النهايه يا صاحبي. وبيبدا يوليوس يواجه كلامه للجمهور والكشافين، وازاي ان هو قوي جدا واثبت نفسه ويستحق ان هو يكون الخليفه بتاع اوليفيا، لكن بيقطع كلامه بقى صوت والجليد بتاعه بينكسر، وايوه ويل بيخرج من الجليد وسط صدمه الكل وبالاخص يوليوس، وده كان ضامن خلاص ان هو انهى القتال، وده بيخليه يتعصب جدا وبيهجم عليه من تاني. بس في ثانيه واحده ويل بيختفي من قدامه وبيظهر ورا 2 من الفريق بتاعه وبيخلوهم يفقدوا الوعي، لكن ساعتها بتحصل حاجه غريبه قوي، نسخ يوليوس بتنهار كلها مره واحده، وبيقول له ساعتها انا عارف ان تعويذتك دي مش كامله، وانت اصلا كنت بتستخدم زمايلك عشان يدعموك، وصدقني يا يوليوس انت بعيد قوي عن اوليفيا. والكلام دوت بيستفز يوليوس جدا وبيهجم عليه بشكل مجنون، ويرجع تاني يستدعي نسخ الجليد بتاعته وبيخلوهم يهجموا عليه في نفس الوقت. وفي اللحظه دي كان قادر يستدعي 4 منهم بس، والتحكم مش احسن حاجه خالص، وخطته ان هو يعتمد على كهل ويل بالنسخ، واكيد مش هيعرف يفرق ما بينهم يعني، بس بينصدم لما بيلاقي ويل في وشه وبيحاول يدافع عن نفسه ويعمل درع يحميه، بس ويل بيكسره بايديه وبعدها بيديله بوكس يطيره بعيد، والواد مش بيكون مستوعب هو ازاي قدر يعرف النسخه الحقيقيه بتاعته. فويل بيقول له ساعتها ان هي تفصيله بسيطه جدا ونسي ياخد باله منها، النسخ بتبقى درجه حرارتها منخفضه جدا فبتكون طبقه من جليد تحتيها، وبكده قدر يعرفها بسهوله. وهنا بيجي السؤال المنطقي، هو انت ازاي يا ويل لما ما عندكش خبره في السحر عارف المعلومات دي كلها؟ فبيديله الصدمه الكبيره، بيقول له ان اوليفيا هتبقى صديقته المقربه وتربينا وكبرنا في نفس الميتم، فاكيد عارف كل حاجه عن سحرها، نقاط الضعف بتاعها ونقاط قوتها. وبيفضل يوليوس بقى مش عاجبه الوضع ده نهائي وبيهجم عليه بكل يأس، بس ويل بيصد هجومه بكل سهوله وبيقرر ساعتها ان هو يصدمه بالحقيقه، وبيقول له يا يوليوس انت فعلا شخص موهوب وقوي، وعلى الرغم من ان التعويذه بتاعتك مش كامله لكن انت قدرت توصل لها وده انجاز كبير جدا، بس في معلومه انت ما تعرفهاش، اوليفيا اللي انت قللت منها عملت التعويذه ديت وهي عندها 2 بس، ودي كانت صدمه كبيره لعمنا يوليوس اللي كان عايش اكبر وهم في حياته، وكان هيموت من الفرحه لما وصل بس للتعويذه ديت، وفي الاخر طلع ان هو بمستوى طفله صغيره عندها 2 بس.
بس وبيرفض ان هو يتقبل الحقيقه دي نهائي وبيفقد اعصابه ومره واحده بيستدعي 8 نسخ جليديه وقرر ان هو يضحي بالتحكم مقابل العدد وخلاص المفروض كده قدامه فرصه واحده بس ويل بيقرر ان هو يصدمه تاني وبيقول له انا مش عاوز احبطك والله بس اولوفيا كانت بتعذبني ب 10 نسخ مره واحده بيبدا يوليوس يهجم عليه بالنسخ كلها مره واحده وبيستدعي تعويذ كتيره جدا بس على مين يالا ويل بيتفاداها بكل سهوله ومفيش اي ضربه بتيجي فيه خالص وبيبدا يرد هو كمان وبيدمر النسخ بتاعته واحده ورا الثانيه لحد لما بيوصل لجسم يوليوس الحقيقي ووقتها بيديله بوكس بيخليه ينام وما يقومش بعدها تاني وبعد كده بيتكتب النص اخيرا لويل واللي مش بيقدر يستخدم السحر خالص ضد واحد من اقوى الطلاب اللي موجودين في الاكاديميه وحرفيا كده مفيش اي حاجه تمنعه عن التاج لكن بيظهر فنجال وبيمنعه ان هو ياخد التاج وكان سايبهم يقاتلوا ضد بعض وراح هو وكسب على الجاهز والله عليك يا ابني هو ده الشغل بذكاء وخلاص يا صاحبي راحت عليك وفي الوقت دوت سيون وكوليت بيوصلوا للمكان وسيون بيصدم لما بيشوف ويل قدر يهزم يوليوس وبياخد وعد على نفسه ان هو هيكون الشخص اللي هيهزمه في يوم من الايام اما كوليت بتروح عشان تطمن على ويل واللي بيعتذر لها ان هم خسروا بسببه بس هي بتقول له ولا يهمك يا عم اهم حاجه ان انت تكون كويس وساعتها اليوم بيخلص على كده وبصراحه انت عملت اللي عليك يا ابني والفوز مش اهم حاجه وبعد كده بنشوف في الليله ديت الكل بيكون متجمع في حانه الاقزام وبيحتفلوا بالانجاز اللي ويل عمله وبنشوف كوليت متضايقه لان بسبب الحركه اللي عملها سيون ضاعت فرصه على ويل ان هو ينضم للبوف بس هو مش بيكون مهتم بالكلام ده كله واهم حاجه عنده ان هو فاز على يوليوس وخلاه يجي يعتذر للاقزام وبنشوفه هو واقف بيغسل الاطباق في الحانه وما كانش لوحده لا ده الفريق اللي كان معاه جهم هم كمان وبيخدموا على الاقزام وبيجيبوا لهم الاكل والشرب اللي هم عاوزينه والعيال كلها كانت مبسوطه على الاخر وفي وسط ده كله وافكر بيكون قلقان من حاجه واحده بعد العرض اللي ويل قدمه وازاي الطلاب بقى هيتعاملوا معاه بعد كده وبنروح تاني يوم على الاكاديميه وبنشوف كل الطلاب محتارين لان خلاص التطبيق العملي قرب والمفروض كلهم ان هم يكونوا فرق عشان يشاركوا اسبوع كمان في الدماس وبنشوف صاحبنا ويل بقى وفي اتنين بيجوا يطلبوا منه ان هو ينضم ليهم مش بس كده ده في طلاب كتاب بيجوا عشان يخلوه ينضم معاهم وكلهم بيقعدوا يتخانقوا على مين اللي هياخد ويل معاه في الفريق وكلود بقى مش بيكون عاجبها الوضع دوت وبتقف قدامهم وتمنعهم وتقول لهم هو زعلان جدا ومتضايق من اللي هم بيعملوه بس لما بتبص عليه بتلاقيه فرحان ومبسوط على الاخر والبت بتكون في نص هدومها مش عارفه تودي وشها فين من الاحراج وعشان تخلص من الموقف اللي هي فيه بتكذب عليهم وتقول لهم ان هو مشغول وان هم هيخرجوا يتسوقوا مع بعض بكره وطبعا هي قالت الكلمه دي بالغلط وطول اليوم قاعده ومش عارفه هتعمل ايه بكره ومعاها ويل وفي الوقت دوت بقى ويل كان في السكن بتاعه وفوست بيساله في اجازه بكره فهل هتروح للدماس ولا لا بس ويل بيقول له لا انا بكره هطلع مع كوليت في السوق عشان اشتري شويه حاجات كده والواحد برضك يروق على نفسه اليومين دول وتاني يوم بقى بنشوف كوليت في وسط المدينه ويل بيجي بعدها ولسه هيتحركوا بس البت بتتفاجئ لما بتلاقي فوست داخل عليهم وبيعتذر لهم ان هو اتاخر ومش بتبقى فاهمه اي حاجه وبتساله هو انت مين اصلا وبيطلع ان هو ما قابلهاش قبل كده في الاكاديميه وبيعرفها ان هو زميل ويل في السكن ولما عرف ان هم خارجين عشان يتسوقوا قرر ان هو يجي معاهم عشان هو برضك عاوز شويه حاجات كده والبنت بتستغرب من الموقف بتاعه بس بتعدي الموضوع والغريب بقى اللي بيحصل بعد كده طول لما هم ماشيين بيتسوقوا وبتيجي تتكلم مع ويل بتلاقي بوست بيخش ما بينهم ومش بيخليهم يقعدوا مع بعض وبتتضايق منه جدا ومش بيكون عارفه تعمل حاجه وويل بعدها بيروح للاقزام عشان يصلح السيف بتاعه وساعتها بتقعد معاه وبتساله هو ليه بيتعامل معاها كده فبيرد عليها بكل وضوح ان هو مش هيسمح لحد يقرب من ويل وبصراحه كده في علامات استفهام كتير على وسطي هو مين بالظبط وليه بيحمي ويل قوي كده وعلى الناحيه التانيه بقى بيتفاجئ ويل لما حد بينادي عليه وبيتفاجئ اكتر لما بيطلع ان هي لهانا واحده من اوائل الاكاديميه ومش بيكون فاهم هي جايه تكلمه ليه اصلا بس هي بتطلب منه ان هو يجي معاها وبتاخده للبيت بتاعها وهنا كانت الصدمه الحقيقيه شيون وفنجال وكمان يولوس موجودين وحرفيا اقوى طلاب الاكاديميه متجمعين في مكان واحد والهنا بتقول له ان هم عاوزين يكونوا فريق وتخش بيه جوه الدماس في الاختبارات العملي وشيون ويوليوس بيتضايقوا لما بيلاقيه داخل عليهم وبيكونوا معترضين جدا على وجوده وقبل لما شيون يقوموا يضربوا فنجال بيستخدم سحر الوهم عليهم وبيحاول المكان كله الحقل وبيطلب منهم ان هم يهدوا ويسمعوا كلام لهانا وفي البدايه بتعرفهم البنت ان هي عاوزه تضم ويل للفريق لانه عنده حاجات مش عندهم كلهم واكيد هينفعوا في الدماس يوليوس بقى بيكون معترض لانه مش بيعرف يستخدم سحر البحث حتى واكيد هيضرهم اكتر ما ينفعهم وشيون بيقول نفس الكلام ووقتها بيتدخل فنجال وبيقول لهم ان حكمكم ده غلط وبالذات على شخص قدر يهزمكم انتوا الاثنين لان ويل في القتال عنده خبره كبيره وردة فعل مميزه واشخاص زيه هيبقوا مفيدين لينا جدا بتقول لهم لهانا ساعتها ان هي عاوزه تستخدمهم كلهم عشان يكونوا في القمه ويطلعوا للبرج وبيستغرب ويل من كلامها وبيسالها لو ما حدش اختار في مهرجان السحر فبتقول لهم ان جماعه البرق اتواصلوا معايا واكيد هيساعدوني بعد كده في المستقبل بس ده مش بيكون هدفها الاساسي لان هدفها اعلى بكتير قوي وبتقول لهم بصراحه كده انتوا اقوى طلاب موجودين في الاكاديميه بس معنى ان انتوا هنا ومحدش اختاركم خالص فانتوا اكيد اقل من اللي هم اختاروهم وده مش هيساعد حد فيهم ان هو يوصل لهدفه ويكون الماريا فيندر عشان كده بتطلب من ويل ان هو يوافق على فكرتها ويحط العمله المعدنيه اللي معاه في الكاس
وفعلا كلهم بيقتنعوا بكلامها وبيوافقوا. وبعد كده بيرجع ويل لكلوت وسطي بيعرفهم ان هو ينضم لهنا والباقي في الاختبارات العملي. وتاني يوم بقى في الاكاديميه بيشرح لهم موافقه ان التطبيق العملي هيكون من الطابق السابع لحد الطابق العاشر، وديت فرصتهم عشان يكسبوا 1000 نقطه كامله. وكل الطلاب بيجهزوا وادوارد بيديهم التعليمات وبيحذرهم لان في بعض الطلاب ماتوا السنه اللي فاتت، عشان كده الكل لازم أن يكون حذر. وبنتنقل بعد كده للدماس وبنروح بعد كده على الطابق السادس وتحديدا عند المعسكر اللي موجود هناك. والهنا بتاخد بالها ان كليت جايه معاهم وبتسالها ايه اللي جايبك هنا، بتقول لها انا جاي عشان ابقى مع ويل. والهنا مش بتعترض على وجودها وبتوافق ان هي تيجي معاهم. وللاسف وسط مش هيجي معاهم لان الطلاب الحرفيين زيه بيفضلوا في المعسكر. بيودع ويل بعدها والكل بيتحرك وبكده رسميا بتبدا الاختبارات العمليه. بنسيبهم وبنروح للبرج عند المجري بندر وتحديدا عند سيد النار، والمساعد بتاعه جاله وبيبلغه ان الاختبارات العمليه بدات. بس سيد النار بيساله عن حاجه اهم من دي بكتير وبيقول له هو سيد الضوء فين. فبيرد المساعد بتاعه ان هو لسه في الرحله بتاعته ولسه ما جاش لحد دلوقتي، وبيتضايق جدا لانه غايب في الوقت دوت والحاجز قرب يتكسر. وبنرجع تاني للفريق بتاعنا وبنشوف ان هم اتحركوا خلاص، واول اعداء بيقابلوهم بيكون مجموعه من النمل ضخمه. وويل بيجهز سيفه لان عارف الوحوش ديت مش بيأثر فيها السحر من بعيد، وعشان كده لازم يقتلوهم من مسافات قريبه. بس قبل ما بيتحرك بيلاقي رهانه بتتقدم بسرعه جباره وفي ثواني بيتخلص عليهم كلهم. بيشرح له ساعتها فنجال ان هي من عيله فرسان واختصاصهم ان هم يقاتلوا من مسافات قريبه. وساعتها ويل بيفتكر حاجه مهمه وبنشوفه هو قاعد مع الاستاذ وافكر واللي بيشرح له ان اكتر سحر مفيد في الدماس مش سحر الهجوم ولا الدفاع، لا ده سحر البحث. وبيكون اهم مهاره سحريه لازم تكون معاك وبيها هتقدر تحدد مواقع الوحوش ونقاط الضعف بتاعهم. وزي ما احنا عارفين ويل مش بيستخدم السحر خالص، عشان كده في الوقت الحالي بيعاني في قتل الوحوش قدام العتاوله اللي معاه. ويا دوبك عقبال ما يحدد مكان وحش بيكونوا خلصوا عليه. وحرفيا ان العيال نازله دعك في الوحوش على عكسه مش قادر يقتل وحش واحد. وساعتها الكل بيبدا يشكك في قرار لهانا وان هي ضمته للفريق ليه اصلا، بس بيقرروا يستنوا عليه ويشوفوا هيتصرف ازاي قدام الوحوش اللي في المستوى الاعلى. وللاسف الوضع بيتني مستمر زي ما هو وويل مش عارف يقتل اي وحوش خالص. وساعتها بيعدي يوم كامل، عشان كده بيقرروا ان هم يستريحوا وبيختاروا مكان مناسب يقعدوا فيه. وساعتها فنجان بيبدا يستخدم سحر الوهم بتاعه ويعمل حلقه من النار حواليهم، وده كله عشان الوحوش ما تجيش وتقرب عليهم لان زي ما احنا عارفين الوحوش كلها بتخاف من النار. ويبدا يقول يوزع عليهم الاكل، بس لما بيجي عند فنجان بيطلب منه ان هو ما يقربش ويحط الاكل من بعيد، وده لانه من الالف عرق نبيل يعني ومش بيلمس اي حد كده وخلاص. ليهانا ساعتها بتتعصب من كلامه لانهم كلهم فريق واحد، بس هو بيقول لها ان مش بيخلي حد يلمسه خالص غير لو الشخص ده قوي جدا وقادر ان هو يلمسه. والشخص الوحيد اللي في المجموعه وشايفه كده هي ليهانا. وويل ساعتها بيتقبل الموضوع لان عارف ان هي عاده عند الالف وهم صحيح من عالم تاني زي الاقزام كده لكن متكبرين جدا. وبصراحه معاهم حق لانهم متميزين جدا وعندهم قوه سحريه جباره. وبتبدا لهنا تقول لهم على الخطه بتاعتهم وهدفهم هو زعيم الطابق العاشر كلب الجحيم وحش مستواه 110 نقطه، ودوت هو هدفهم الاساسي. وعشان كده هي عاوزه تقتله الاول وهم بكامل قوتهم القتاليه، وبعد كده يرجعوا للوحوش الاضعف ويخلصوا عليهم. وبيقرروا ان هم ياخدوا اقصى طريق للطابق العاشر. وفي الوقت دوت وفي مكان مجهول في الدماس بيظهر شخصين شكلهم غريب، وواحد منهم بيكون من غير راس والمكان اللي هم فيه بيكونوا عباره عن جثث وحوش وبشر. وواحد منهم بيقولوا ان هم لازم يتحركوا عشان يقتلوا الناس اللي فوق. الوضع كده مش موصل بالخوف خالص والدنيا شكلها كده هتولع على الاخر. وفي الوقت دوت بقى بيكون فريقنا وصل للطابق العاشر بس بيتفاجئوا باعداد الوحوش الكتيره الميته، وده غريب جدا لان استحاله حد من الطلاب بيكون سابقهم لهنا. وويل ساعتها بيروح جنب واحده من الجثث وبيلاحظ ان مفيش اي اثر للسحر وان هم اتقتلوا بجوه جسديه بس، وان هم بيتحركوا لحد ما بيشوف المنظر اللي بيصدمهم. كلب الجحيم الوحش الاقوى في الطابق كله بيكون ميت قدامهم، والكل ساعتها بيستخدم سحر البحث وبيدوروا لو في حد قريب منهم ومش بيكونوا عارفين هو مين اللي عنده القوه دي كلها عشان يقدر يهزم كلب الجحيم دوت. مره واحده بيلاحظ ويل حاجه فوقيهم ولما بيبص بيشوف وحش مرعب ومش بيلحق يحذر اللي حواليه، وبيلاقي الوحش بيهجم عليه بكل قوته وبيصد الهجوم بتاعه بصعوبه جدا. وفي ثانيه الوحش دوت بيظهر ورا فنجال وبضربه واحده بتخليه يفقد الوعي. بس بسرعه كلهم بيجهزوا السحر بتاعهم وبيستعدوا للهجوم، بس الوحش بيكسر الارض اللي هم واقفين عليها وبينزلوا كلهم لتحت. وويل بيتحرك بسرعه ناحيه فنجال عشان يلحقه، وبسبب الدمار اللي حصل كل الناس اللي في الدماس بتحس والمكان كله بيهتز بالكامل. وبنشوف بعدها ويل مع فنجال اللي بيكون دراعه متصاب، ولما بيبص على المكان اللي هم فيه بيعرفوا ان هم في الطابق ال11 وكلهم بينزلوا لهناك لكن في اماكن مختلفه. بس طبعا دي كارثه حرفيا لان الطابق ال11 دوت صعب جدا واقوى الصحه بس هم اللي بينزلوا لهنا. وفنجال ساعتها بيكون خايف جدا وبيفتكر لما كان طفل صغير وكان واقف ما بين افراد العشيره كلهم وكانوا بيوصفوا ان هو ضعيف وعاب عليهم، وفجاه بيفوق من الكابوس اللي هو فيه وبيلاقي نفسه في مكان غريب جدا. وويل بيجي بعدها عشان يطمن عليه بس هو بيبعد ايده عنه ومش بيرضى
يخليه يلمسه، وبيقعد هو يربط الجرح بتاعه. وبعد ما الوضع بيهدى شويه بيبدا ويل يفكر في الوضع الحالي بتاعهم، وبيقول ان هم لازم يتحركوا بسرعه ويجمعوا مع الباقي لان الطابق دوت خطير جدا. وفنجان بيساله هم ليه ما يفضلوش هنا ويستنوا المساعده، بس ويل بيرفض لانهم لو ما اتحركوش دلوقتي هيموتوا، وده غير الوحش المرعب اللي موجود، فاكيد المساعده هتتاخر. وبنطلع بقى للطوابق الاعلى والوضع مش بيكون احسن حاجه. ووافكا بيكلم المعلمه المسؤوله عن الطابق الثامن، وبيعرف منها ان فيه هجوم من مجموعه كبيره من الوحوش على المعسكر، وبيسالها عن باقي المعلمين اللي معاها، فبينصدم لما بتقول ان هم كلهم ماتوا وراسهم مقطوعه. ووافكا ساعتها بيتاكد ان اللي بيحصل دوت مش صدفه خالص، واكيد في حد عامل فخ ليهم. وبيجي له بعدها ادوارد وبيقول له ان هم لازم يتحركوا عشان يلحقوا الطلاب اللي موجودين. وبنرجع بعد كده لويل وفنجان وبيكونوا اتحركوا فعلا، بس على عكس ويل فنجان بيكون متوتر جدا، وبيساله هو ازاي محافظ على هدوء في الوقت دوت، فبيقول له عادي يعني انا قضيت معظم وقتي في الدماس هنا. وهما بيتكلموا بيظهر قدامهم مجموعه من الوحوش على شكل خنازير، والاتنين بيستعدوا للقتال، وفنجان بيقدر يخلص على الوحش اللي قدامه. واول لما بيلف عشان يشوف ويل بيتفاجئ لما بيلاقيه عمال يخلص على الوحوش اللي ضده بكل سهوله. في الوقت دوت انتباهه بيتشتت وبيظهر وحش من وراه ومش هيلحق يعمل تعويذه هجوم، فبيقرر يخدع الوحش بسحب الوهم وبيعمل درع ناري قدامه. ويل بيحاول يحذره لكن الوقت بيفوت، الوحش بيعدي بسهوله من النار وكان لسه بيهجم عليه، بس في ثانيه واحده بيظهر ويل قدامه وبيقدر ان هو ينقذه. وطلع ان الوحش دوت مش بيعتمد على نظره اصلا، فعشان كده سحب الوهم مش بيأثر فيه. واللي حصل دوت بيخلي فنجان يتصاب بالاحباط، بس ويل بيقول له ما تشغلش بالك انت شخص موهوب جدا. بس فنجان بيقول له انت فاهم الموضوع غلط، انا شخص ضعيف جدا تقدر تقول عليا موهوب ومش موهوب، في العشوائيه بتاعتي سموني بالفاشل وده كله بسبب سحب الوهم بتاعي. وفي الطبيعي لما الالف بيستخدموا سحب الوهم بيشكلوا اجسام حقيقيه، اما انا الوهم بتاعي عباره عن خيال ومش موجود اصلا. وعلى فكره كلام لهنا صح، احنا عباره عن شويه حساله ومحدش عاوزنا وعشان كده سايبنا في الاكاديميه. وبيبدا ساعتها يحكي قصته وان هو زمان كان عنده اخت ليه، والاتنين كانوا ناويين ان هم يطلعوا للبرج سوا، وديت زي قصه ويل بالظبط، هي طلعت لوحدها وقدرت تحقق حلمها وبقت ملكه الالف والماجيا فيندر سيده الرياح. ومن صغرها كانت موهوبه جدا لدرجه وهي صغيره قدرت تعمل غابه الملك، وعشان فنجان يوصل لها فضل يدرب سنين وسنين بس برضك مش قادر يوصل لها. وعلى عكس اللي كان متوقعه ويل بيكون مبسوط بالقصه بتاعته وبيقول انا متاكد ان في حاجات كتير ما بيننا مشتركه، وصدقني يا صاحبي انت موهوب جدا اكتر ما انت متخيل. وبيقول له ما تخافش من حاجه انا هحميك لحد ما تبقى كويس. وفعلا الاتنين بيبداوا يتحركوا وفنجان بيتفرج وهو مبهور من ويل على الرغم من صعوبه الطابق دوت وقوه الوحوش اللي فيه، كان نازل قتل فيهم بكل غباء. ولما بيخلص بيساله وانت بتعمل ليه كده عشان تحميني، كان اسهل حاجه بالنسبه لك ان انت تسيبني وتمشي وما بقاش عبء عليك. فويل بيقول له انا اعتبرتك صديقي واستحاله اسيب صاحبي في الموقف دوت. وفجاه هما بيتكلموا وبيحس الكاب بتاع ويل بحاجه غريبه، وويل هو كمان بيحس بنفس الحاجه. وفنجان بيستخدم سحر البحث لكن مفيش اي اثر، فبيفهم ويل وقتها ان الدماس بيعمل وحش دلوقتي. وفعلا بيظهر حاجات غريبه شبه بيض الوحوش بالظبط، بيخرج منها سائل اخضر بكميات كبيره جدا، وهنا بتظهر الوحوش اللي جواها وبتكون وحوش ناريه ومقاومه للضربات الجسديه، وفي نفس الوقت عندها مقاومه شديده جدا للسحر، وعشان يقتلوها لازم يستخدموا السحر الوهمي بتاع الالف. وويل ساعتها بيبص لفنجان وبيقول له انا هعتمد عليك في المهمه ديت. والواد بيفقد الامل تماما وبيبدا ان هو يعيط لان السحر مشوه ومش هيقدر يعمل حاجه يساعد بها ويل، بس هو بيطمنه وبيقول له انا عارف ان انت هتقدر تعملها، ولو انت خايف ان انا هتاذى فما تقلقش من حاجه، انا مش هموت دلوقتي لان عندي حلم زي بتاعك ولازم احققه، انا هطلع للبرج واوصل لإليفيا. وفي اللحظه دي بس بيحس بالفرق ما بينهم، هما الاثنين عندهم نفس الحلم لكن هو استسلم، اما ويل فبيصنع طريقه بايديه مهما كانت الظروف اللي حواليه، وقرر ان هو مش هيستسلم تاني ولازم يساعده. لكن اول لما بيهجم على الوحوش سحره مش بيتاثر خالص وبيوجهوا ضرباتهم كلها ناحيه ويل، بس قبل ما الهجمات بتوصل له بيظهر الكاب بتاعه وبيعمل دبع عشان يحميه، وبيبص لفنجان وبيشجعه وبيقول له هتقدر تعملها يا بطل، يلا انا واثق فيك دلوقتي. وكلامه دوت بيأثر فيه جدا وبيبدا يكسر الحاجز اللي جواه، وبيستخدم سحر الوهم المره ديت وبيقدر ان هو يستدعي جذور اشجار ضخمه جدا وبيهجم على الوحوش وبيدمرها تماما. والاشجار دي بتعمل غابه كامله وسط الدماس، وويل بيكون مبهور جدا بجمالها ولسه بيلف عشان يشكره لكن بيفاجئ بيه ان هو بينحني قدامه، ودي علامه على احترامه الشديد ليه. وكمان بيطلب منه ان هو يسامحه على اللي قاله له قبل كده، وفعلا ويل بيقبل اعتذاره والاتنين بيسلموا على بعض، ودي بدايه الصداقه بتاعتهم لشخصين عندهم نفس الحلم. وبينسبهم بقى ونروح عند شين ويوليوس، والاتنين بيكونوا مستخبيين لما بيحس انه في وحوش بتقرب منهم، وشيون بيستخدم سحر البحث بتاعه وبيكتشف ان الوحش اللي بيهجم عليه دوت هو غول الشر، وللاسف مش بيطلع لوحده، دي بتكون مجموعه كبيره جدا، ودي حاجه غريبه لان الوحش دوت بيكون دايما لوحده. وبيستنتج يوليوس ان الوحش اللي قابلهم في الدور العاشر ليه علاقه بالموضوع، وشيون بيجهز للقتال وبيطلب منه ان هو يعمل نسخ كتير عشان يساعده، لكن يوليوس بيقول له ما تيجي نهرب احسن لان قتالهم هيكون مرهق لينا، بس طبعا شيون بيرفض لان ذكرياته
علاقته سيئة جدًا مع الوحش دوّة، وبسببها عاش أكتر موقف مذل ليه في حياته، ومش ناوي أبدًا إن هي تحصل له تاني. وبنرجع بعدها لمعسكرات الطلاب اللي في الأدوار اللي فوق، وبنشوف مجموعة من الغيلان بتهجم عليهم، وواحد من الطلاب كان لسه هيموت تحت رجلين الوحش، بس ساعتها إدوارد بيظهر في المكان، وفي ثواني بيخلص على الوحوش كلها، وبييجي وافكر بياخدوا على واحد من التنانين، وبيتحركوا بسرعة ناحية الطابق التامن، وبيطمنوا لأنه الطلاب ما نزلوش أكتر من كده، بس بيقولوا إن في فريق واحد بس نزل تحت، وهو فريق الإهانة، وهم كمان في الطابق ال11، وبيكون عارف الكلام ده كله بسبب الاتصال السحري اللي هو عامله مع الكلب بتاع ويل، ولازم يتحركوا بسرعة عشان يوصلوا لهم. وبنروح بعد كده لكوليت اللي كانت مع الإهانة، وبنشوفها وهي بتحط أحجار كده على الأرض عشان لو باقي الفريق عدى من هنا يعرفوا إن هم يوصلوا لهم. وهم ماشيين لهانا بتعتذر لها لأن ده كله حصل بسبب طموحاتها العالية، بس كوليت بتقول لها إن هي مش غلطانة، وكل دوت حصل بسبب الوحش اللي قابلوه. أما بالنسبة للطموح فهم كلهم كده مذنبين، وبتحس في الوقت دوت إن في حد بيقرب منهم، وساعتها بيوصل ويل وفنجال لشيون ويوليوس، وبيتفاجئوا هما الاثنين لما بيلاقوهم هزموا غيلان الشر ديت، وكلهم بيتجمعوا، بس دلوقتي كوليت والهنا لوحدهم. وبنرجع بقى وبنشوف الشخص اللي ظهر قدامهم بيكون واحد من معلمين الأكاديمية، وكوليت بتفرح أول لما بتشوفه، بس الهنا بتوقفها وبتقول لها في حاجة غلط. وفجأة راس المعلم بتقع من على جسمه، واللي بيبدأ يكتب على الهواء بحروف سحرية، وبيطلع منها صوت وبيظهر سيوكو اللي شفناه قبل كده، وبيقول له انت قاعد بتضيع معاهم وقت ليه؟ وكوليت بقى بتكون مصدومه من المشهد اللي هي شايفاه، وبتسالهم هم مين بالظبط وليه راس الاستاذ بتاعها على جسمه، فبيرد عليها وبيقول لها عشان انا ما عنديش راس. ويقول لها احنا منظمه وهدفنا ان احنا ندمر السماء المزيفه، واهم حاجه دلوقتي انتوا شفتونا، للاسف لازم تموتوا دلوقتي. وبيهجم عليها بالسحر بتاعه، بس قبل ما يوصل لهم بيظهر ويل وبيصد الهجمه بتاعته، وبيطلع ان هو وصل للمكان هو والباقي. وصاحب الراس اول لما بيشوفهم بيكون عاوز ياخد رؤوسهم كلهم، وبيهجم ويل عليه، بس ضربه واحده منه ترميه بعيد، وكان ناوي ان هو يخلص عليهم كلهم، بس صاحبه بيشده وبيقول له ان هم لازم يتحركوا بسرعه، وبيزعل جدا ان هو ما قدرش ياخد اللي هو عاوزه، بس بيقرر قبل ما يمشي يسيب لهم هديه كده. وفجاه في بوابه بتفتح وبينزل منها الوحش المرعب اللي قابلوه في الطابق العاشر، ويقول له اقتلهم كلهم يا ديوك. يا حلاوه، ده الوحش ده قيمته 270 نقطه، ديوك الشيطان، وبدون اي مقدمات بيهجم عليهم بهجوم جبار، بس كلهم بيطلعوا منها سلام، وبيقرروا ان هم يهربوا على طول وما يقعدوش هنا. وفنجان ساعتها بيعمل جدار من الشجر قدام ديوك على امل ان هو ياخره شويه، بس في ثانيه بيكون اتدمر، وديوك بيهجم ناحيته بهجوم زي اللي فات، لكن ويل بيقدر ان هو ينقذه في اخر لحظه، والعيال كلها بتبدا تهرب من المكان كله، وبيهدوا لما بيحس ان هم في امان شويه. وبيعرفهم ويل ان ديوك دوت اقوى وحش موجود في الطابق 25، وغالبا الاشخاص دوت هم اللي جابوه من هناك. وبعد شويه بيلاقي مجموعه من غيران الشر منتشره بشكل كبير في المكان، وبيفهموا ان ديوك هو اللي بيتحكم فيهم، وبيأمرهم ان هم يدوروا عليهم، وبكده هم محبوسين في الطابق دوت مع الوحش الجبار دوت. وكمان غيلان الشر منتشره في كل حته، وربنا يكون في عونك يا ابني انت وهو، وتقدروا تطلعوا منها سلام. وبيفكر لهنا في اي حل بس مش لاقيه خالص، وساعتها ويل بيقول لهم ان مفيش الا حل واحد، وان هم لازم يهزموا ديوك الاول، وساعتها وحوش الشر هتتفرق ومش هيعرفوا يوصلوا لهم. ويوليوس بقى بيكون متعصب عليه على الاخر، وبصراحه هو عنده حق برضه، انت ازاي يا ابني عاوزنا نقاتل وحش زي دوت؟ بس ليهانا بتتدخل، وفنجال بيقول انا واثق فيه، واذا كان فعلا ويل عنده خطه فاكيد هتنجح، ومش بيكون ده رايه لوحده لان كليته وشيون بيكونوا هما كمان موافقين. وفنجال بيقول لهيلينا انا سمحت ان هو يلمسني، وده معناه ان هو جديد بالثقه، وفعلا ليهانا بتوافق هي كمان. وبكده عمنا ويل بقى هو القائد بتاعهم، وكانوا جايبينه اصلا من البدايه عشان يكون درع ليهم، بس خلاص بقى هو الزعيم. ويوليوس بيكون معترض على الخطه بتاعته، بس وقتها ويل بيقول له ان الخطه هتبقى معتمده عليك، فانت لازم تساعدنا، وانا كمان هعلمك واحده من تعاويذ اولوفيا. وبعد شويه بنشوف يوليوس قدام ديوك، وبيكون عنده كذا نسخه منه، وبيبدا يقرا التعويذ ويجهزها، وديوك ساعتها بيهجم عليه ويدمر النسخ بتاعته. بس الغريب بقى ان التعويذ بتفضل مستمره، وهي ديت المهاره اللي قال عليها ويل. وفي العادي لو نسخه اتدمرت وهي بتعمل التعويذه فكده مفيش امل ان هي تكمل خالص، لكن لو قسم التعويذه ديت على نسخ كتير فهتكمل عادي حتى لو واحد منهم اتدمر. وبعدها يوليوس بيظهر بجسمه الحقيقي قدام ديوك، وبيتاني يكمل التعويذه، وديوك لسه هيهجم عليه، بس الفريق بيضربوا بسحرهم عشان يشتتوه، لكن ده كله مش جايب اي نتيجه. ويل بيتحرك بسرعه وبيهجم على راسه، وبيخلي نفسه طعم عشان التعويذه تكمل، وفعلا يوليوس بيقدر ان هو يكمل التعويذه، وبيهجم بهجوم قوي جدا على ديوك، بس برضك ده كله ولا بيأثر فيه. وكانوا فعلا متوقعين حاجه زي ديت، عشان كده بيجي دور لهانا وبتهجم عليه بالسحر البرق بتاعها، وبتستغل الهجوم اللي عمله يوليوس من شويه، وكانوا ضامنين ان المره ديت اكيد هينجحوا، بس بتتفاجئ لما بتلاقي حاجز سحر في وشها ويمنعها حتى ان هي تلمسه. وبعدها الحاجز ده بيطلع هجمات كتيره جدا ناحيتها، ساعتها ويل بيتحرك بسرعه عشان ينقذها، وبيظهر الكلب بتاعه وبيعمل درع عشان يحميه من الهجمات اللي جايه عليهم، لكن مش بيقدر يصدهم خالص. واحده من الهجمات دي بتعدي وتكسر النضاره بتاعت ويل، وهما الاثنين ساعتها بيقعوا على الارض، والفريق كله بيجري عليهم عشان يطمنوا عليهم. وليهانا ساعتها بتكون متصابه، وويل مش بيكون مركز خالص وقاعد يبص على النضاره بتاعته. وساعتها ديوك بيبدا يتحرر من الجليد بتاعه، وهنا قررت ليهانا ان هي تضحي بنفسها، وبتطلب من الكل ان هم ياخدوا ويل ويهربوا، وهي تعطل ديوك
ديوك، لكن فنجان بيرفض ان هو يسيبها لوحدها وبيفضل معاها، وهما الاتنين بيهجموا باقصى قوتهم على ديوك، بس كالعاده مش بيأثر فيه خالص. وشيون بقى بيكون واقف وبيتفرج على اللي بيحصل مرعوب ومش عارف ياخد قرار. لو شارك في القتال فهو كده كده هيموت، وفي صوت جواه بيقول له اهرب من هنا ومالكش دعوه بيهم، لكنه بيرفض ومش بيكون عاوز يسيبهم. وساعتها ويل بيقطع تفكيره وبينادي عليه وبيطلب منه ان هو يضربه، وشيون بيستغرب من كلامه، هو عاوز يضربه ليه؟ بس هو بيقول له ضربني، انا من ساعه لما النضاره اتكسرت فانا خايف ومرعوب ومش قادر حتى ان انا اتحرك. وشيون ساعتها بيتعصب ويبدا يضرب فيه ويقول له ما ينفعش انت بالذات، ما ينفعش انت بالذات تكون خايف، انت اللي اديتنا الامل ان احنا هننجح. وفعلا الضرب ده بيجيب نتيجه، وويل بيرجع لعقله من تاني وبيسحب سيفه وبيقرر ان هو ينضم للقتال مع لهانا وفنجال. وبيستغرب شيون ساعتها هو ازاي مش خايف، بس هو اكتر واحد فيهم خايف، لكن اكتر حاجه بيخاف منها ان هو يهرب ويسيب حد عزيز عليه. وكلهم ساعتها بيقاتلوا وبيطلعوا اقوى حاجه عندهم، وكأن قتال حياه او موت. وكلت هي كمان بتنضم ليهم، فبينادي عليها ويل وبيدي لها اصابه، وهي ساعتها بتفهمها. والديوك ساعتها بيبدا يهجم بهجمات سحريه كتير، بس ويل بيتحرك ناحيته وبيتفادى هجماته كلها. والغريب ان هو اتحرك من غير صفه اصلا. فجاه بيظهر فوق الوحش، وهنا كوليت بتستخدم سحرها وبتصنع له سيف من الصخور، وويل بياخده وبيهجم عليه وبيقدر ان هو يقطع الجناح بتاع ديوك. وساعتها ديوك بيتألم جامد وبيجنن على الاخر وبيهجم بالهجمات بتاعته في كل مكان. ووقتها شيون بيتدخل في القتال وكمان بيستدعي الحارس الناري بتاعه، وديوك بيهجم عليه بس هو بيقدر ان هو يوصل قدامه وبيوجه له هجوم ناري قوي جدا، لكن للاسف مفيش اي حاجه بتأثر فيه، لا سيف ولا سحر ولا اي حاجه بتعمل معاه حاجه. والكل ساعتها بيفقد الامل وبيحس ان هم هيموتوا. لكن فجاه جوهره غريبه بتظهر قدام ويل، واول لما بيمسكها بيحس بحاجه غريبه، وبنتفاجئ ان وسط موجود في المكان وبيقول له افتكر يا ويل، افتكر اللي حصل زمان. وفي اللحظه دي بنشوف ذكريات مشوشه لاولوفيا وهي مصابه، وبنشوف واحده شايله طفل صغير بتقول ان هي هتعمل كده عشان تحمي الكل، واكيد في يوم من الايام السيف والعصايه السحريه هيتقابلوا ويتحدوا مع بعض. وهنا بيحصل حاجه غريبه ناحيه السيف بتاع ويل، فبيجري عليه بسرعه وبيطلب من شيون ان هو يهجم عليه بهجوم ناري، وشيون بينفذ طلبه. وساعتها بتحصل حاجه غريبه، السيف بيتحول لنار في ايد ويل وعينيه بتتقلب للون الاحمر، ومره واحده بيتحرك باقصى سرعته ناحيه ديوك، وهو كمان بيهجم عليه بكل قوته. بس الهجمات دي بتبان بطيئه جدا بالنسبه لويل، وبيقدر ان هو يتفاداها كلها بسهوله. وبعدها بيديله ضربه جباره بيقدر بقى ان هو يقسمه نصين، والكل ساعتها بيكون مبهور ومحدش مصدق اللي شافه. وبكده ينتهي الكابوس بتاع ديوك، والكل ما كانش مصدق اللي حصل قدامهم ده حقيقه ولا خيال. ويل ساعتها بيفقد قوته والسيف بيرجع لطبيعته، وهو نفسه ما كانش عارف ايه اللي حصل، وبيقوم بقى عشان يطمن على اصحابه. لكن فجاه بيظهر قدامهم قطيع كامل من غيلان الصرب وبيهجموا عليهم كلهم، وما كانش حد فيهم قادر يتحرك. وبيحاولوا واركر وادوارد يلحقوهم بسرعه عشان يوصلوا لهم في الوقت المناسب، بس خلاص الوقت عدى والوحوش كلها بتهجم عليهم. لكن هوبا بتظهر عصايه سحريه ومعاها تعويذات كتيره جدا، وكل تعويذه بتكون تحت واحد من الغيلان، ومره واحده بيخرج منها قوه سحريه جباره وبتخلص على كل الوحوش اللي في المكان. والكل بينصدم وبيسالوا من صاحب القوه دي كلها. وساعتها بيظهر مجموعه من الاشخاص لابسين ابيض، وبيوصل ساعتها واركر وادوارد وبيتعرفوا عليهم. والشخص اللي ماسك العصايه السحريه ديت اول ما بيكشف عن وشه الكل بينصدم، ده هو الساحر الاقوى حكيم الضوء وملك الماجيا فيندر. والمجموعه اللي معاه دي بتبان ان هم لسه راجعين رحله من دماس. بعدها حاله الخوف والرعب اللي هم كانوا عايشين فيها بتتحول لفرح، والكل بقى كانوا مركزين عليه الا ويل كان مركز على شخص تاني، طفل صغير من مجموعه حكيم الضوء. بيروح ناحيه ويل وبيقول انا متفاجئ جدا ان في شخص زيك موجود هنا، وبيساله ويل انت مين بالظبط، فبيكشف عن وشه وبيقول له تقدر تناديني ببن. وفي مكان بقى في الدماس بنشوف عديم الراس وشريكه وهم مبسوطين عشان قدروا يوصلوا اللي هم عاوزينه، بيكون معاهم سلاح شكله غريب جدا وهنعرف كل حاجه بعدين. وبعد فتره بنشوف جنازات بتتعمل للاشخاص اللي ماتوا ومعظمهم بيكونوا معلمين، والحمد لله ما فيش حد من الطلاب مات، لكن في ناس بتتصاب مش اكتر. والاكاديميه فورا بتبدا تحقق في الموضوع عشان يقدروا يوصلوا للناس اللي عملت كده. اما بالنسبه لاصحابنا فبيكونوا في غرفه العلاج وبيبداوا يستريحوا ويتعالجوا من الاصابات بتاعتهم، وكانوا بيفكروا في الاثنين اللي شافوهم في الدماس واكيد ما حدش يعرف عنهم حاجه. وساعتها بتتكلم لهانا وتشكرهم على اللي هم عملوه، وبالاخص ويل لانه لولاه كانوا كلهم هيموتوا. وساعتها شيون بيسالوا السؤال اللي احنا كلنا عاوزين نساله، انت ازاي يا ويل كنت قادر تستخدم السحر؟ والكل بيكون عاوز يعرف برضه، لكن ويل مش بيكون عارف لان في اللحظه دي كان فاقد تركيزه تماما. وساعتها بيقولوا هنبقى نسال الاستاذ وافكر يمكن يكون عارف حاجه، لكن وقتها ويل بيسال عن الشخص اللي كان في مجموعه حكيم الضوء، وفنجان بيفهم قصده وبيقول له انت اكيد قصدك على الشخص اللي من قبيله فين. وبيستغرب ويل جدا لانه اول مره يسمع الاسم دوت، فبتقول لهانا انها قرأت عن المعلومات دي في سجل العيله بتاعتها، وان دي قبيله موجوده في عصر السحر الاول، وكانوا عاملين عقد مع البرج لاجيال كتيره جدا ان هم يكونوا مرصودين لهم في ارض الدماس ويساعدوهم، ولولاهم ما كانش حد هيقدر يوصل للطوابق العليا من الدماس. وساعتها ويل بيزيد عنده الفضول اكتر، بيكون عاوز يعرف ايه الاحساس الغريب اللي حسه وقت ما قابل فين. وفي الليله دي بقى بنشوف فين وهو رايح عند مكتب المديره، والمديره بترحب بيه وبتقول له ما شفتكش من زمان. بس ازاي يعني، ده هو طفل عنده 10 سنين. لكن المهم ان هو بيقول لها ان احنا وصلنا للطابق ال 40
وانا جايب لك هديه من هناك، وبيكشف عن الحاجه اللي معاه وبيطلع سلاح زي اللي شفناه مع عديم الراس، ومدير بتتعرف عليه وبيطلع اسمه قاتل الصحراء. بيقول لها فين ان هم استوعبوا مع اشخاص في الطابق ال 40، وللاسف 20 واحد من الصحراء ماتوا، وغالبا السلاح دوت مش مصنوع بالصدفه في الدماغ، والاحتمال الاكبر ان في تجارب بتحصل هناك. عشان كده حكيم الضوء طلب منه ان هو يرجع ويحقق في الموضوع دوت، وساعتها بيدي السلاح للمديره تدور على اي حاجه، بس بيقول لها تعالي كده انا عاوز اسالك على حاجه. وبيقول لها هو مش تخصص السيف بيكون في الموطن عنده ولا ايه؟ بترد عليه وبتقول ان هو بيستخدم السيف صحيح، لكن هدفه ان هو يبقى ماجيا فيندر. فايه رايك لو حاجه حصلت زي ديت ايه اللي هيحصل؟ وساعتها بيقتنع من كلامها وبيقول لها سيب الموضوع ده عليا، انا هتعامل معاه واخليه يبقى اقوى بكتير. وتاني يوم بقى بنتفاجئ ان ويل بيتضرب في ساحه الاكاديميه، بيبقى الكل مصدوم، هو ازاي اصلا قدر يتحرك؟ بس ساعتها شيون بيزعق فيه وبيطلب منه ان هو يقتله، وعلى الرغم من انه مصاب لكن بيفضل مصر على القتال. ولما ويل بيحاول يرفض عشان صحته، شيون بيفكره بوعده في مهرجان السحر وان هو وعده ان هو يقتله، عشان كده بيوافق والاتنين بيقعدوا يتقاتلوا. وبعد كده كلهم بيتعالجوا وبيرجعوا للاكاديميه من تاني، وبيطلع ان وقت الامتحانات قرب، وبالنسبه للدفعه الاخيره فدي اخر امتحانات ليهم، وبعدها يتخرجوا من هنا. ولحد دلوقتي نقدر نقول ان الوضع ماشي تمام التمام، بس الدنيا مش هتنها على كده، لان خلاص الحاجز قرب ينكسر، وفي عدو كبير مستنيهم وعاوز يدمرهم في اي لحظه. وكمان في الغاز كتير عاوزين نحلها، هو مين ويل وليه مش بيقدر يستخدم السحر اصلا، وازاي بعد ده كله قدر يستخدمه مره واحده؟ واكيد في عظمه كبيره مستنيانا. وهنا بيخلص الجزء الاول من الحكايه بتاعتنا، واستنوا الجزء الثاني، وما تنساش تصلي على سيدنا محمد واعمل لايك واشترك في القناه، ويلا سلام.